حتى بوبنزا طلع في شنك. يعني حتى المهاجم بوبنزا اللي كانوا عايزين يجيبوه نادي الزمالك طلع في شنك. انا مش فاهم يعني هو الراجل جاي ولا مش جاي؟ طب هو مضى ولا ما مضاش؟ محدش فاهم اي حاجة في نادي الزمالك والله، يعني بجد حاجة غريبة جدا في نادي الزمالك. لا حد فاهم حاجة ولا حد عارف حاجة ولا اي حاجة. بجد إدارة فاشلة، إدارة فاشلة في كل حاجة. يعني انا مش فاهم يعني الراجل جه ولا ما جاش ولا هيروح ولا هيجي؟ ما تفهمش اي حاجه. زي بن شرقي بالظبط، قعد يقول لك بن شرقي هيجي ومش هيجي وفي الاخر ما جاش. ما علينا يعني. لكن اللي بيحصل في نادي الزمالك ده غريب جدا. ويعني انت قدامك ماتش النادي الاهلي يوم 27 ان شاء الله. فانت لغايه دلوقتي يعني مش عارف يعني هيعمل ايه، ما تفهمش. يعني مش عارف لغايه دلوقتي نادي الزمالك هيعمل ايه، ما تعرفش. يعني هو اللي هيحصل يعني باختصار زي ما قلت لكم، هو هيقعد يضيع وقت. يعني هيقعد يضيع وقت كده لغايه ما القيد يقفل. تمام. وبعدين يعني ايه، يقول للجماهير خلاص القيد قفل واحنا هنكمل بالمجموعه دي. وممكن مثلا يجيب له مثلا لعيبه كسر، لعيبه كسر مثلا من الداخليه، من غزل المحله، من بلديه المحله. وبعدين والله هو ده اللي موجود يعني. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني. خلاص هو ده اللي موجود وكملوا بيه. فهو ده اللي هيحصل باختصار في نادي الزمالك. وانا قلت لكم الكلام ده من كتير يعني. قلت لكم اللي يعني هو ده اللي بيحصل كل مره. لكن بجد يعني الزمالك يعني اعتقد هيبقى كده ضعيف جدا. يعني هيبقى ضعيف جدا قدام النادي الاهلي، قدام بيراميدز. وخلي بالكم بيراميدز دلوقتي بقى يدعم، ولسه جاب عبد الرحمن مجدي احسن لعيب في الاسماعيلي، كابتن عبد الرحمن مجدي. نادي الزمالك مش هيشوف اي حاجه. يلا كل سنه وانتم طيبين.